اهلا بيكم في وصفه قمر مع ايه عمر. وعشان دلع الكرش ما فيهوش معلش، لو الكفته بقى باظت خالص وجوزك راجع من الشغل جعان، تتصرفي ازاي ونلحق كده نلم الدنيا من غير ما حد يحس بينا؟ خلص الكميه بقى كلها وبعد كده نروح نسويها على الطاسه. في جريل بقى او طاسه على النار هنحط كده شويه زيت. هبتدي بقى انزل بالكفته كده اللي احنا صبعناها مع بعض. باظت مننا، يعني لو باظت منك انا قلت لك ايه ولا يهمك. بسرعه بقى حضرت طماطمايه كده مبشوره عشان اعملها عصاج. احط جزر في العصاج او اي خضار بقى، عشان طبعا الولاد الصغيرين دي الطريقه الامثل ان احنا نديهم خضار وهم مش واخدين بالهم. كده خلاص اللحمه مفرومه زي ما انتم شايفين اهي، استوت وبقت مفروم عصاج عادي جدا بالخضار بالصلصه. بس عايزه تستخدميه دلوقتي تعملي بيه حاجه تانية تمام، او تشيليه في اكياس التخزين في الفريزر وتكتبي عليه بس ان ده لحمه مفرومه، عشان طبعا مش بيبان في الفريزر بعد ما يتجمد. مش عارفه محتاره الكيس ده ايه. بس كده خلاص خلصنا وانقذنا الموقف.